السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هعمل لكم بقى احلى كيكه شوكولاته. مش هقول لكم ان هي تحفه، لا ده هي بجد رهيبه جدا جدا جدا. لو عملتيها مره هتبقى دي طريقتك على طول. كمان هعمل بقى صوص الشوكولاته الخطير من غير اي شوكولاته، بحب كاكاو بس كده، وكمان من غير زبده. هيبقى معاكي احلى صوص شوكولاته، ناعم وطعمه خطير وسكره مظبوط ان شاء الله. بس تتابعيني كده هتاخدي وصفة ممتازة جدا. وازاي هقولك برضو ازاي تبقى رطبة معاكي كده، وكمان هقولك ان شاء الله ازاي تطلع معاكي هشة كده من جوه مش مكتومة في الفيديو. بس تتابعيني، تحفة ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. بصوا الخرطة كبيرة، وكمان الكمية اللي انا عملتها دي كمية كبيرة، يعني الصينية كبيرة. تقدري ان انت تاخدي نص المكونات وتعمليها في قالب اصغر شوية، هتديكي كمية محترمة قوي. شايفين ما شاء الله بقى؟ نزلي بالشوكة كده في قلب الشوكولاتة. بصوا بشوقكم، قومي بقى اعمليها، مش هتاخد اي حاجة خالص. نسمي بالله ونشوف طريقتنا. انا هعمل كوباية ونص من السكر. تقدري، انا عاملة هنا اقل من كوباية ونص عشان ده السكر بتاع التموين بيبقى مسكر شوية. فانتي لو سكر تموين هتعمليه كوباية وربع. سكر عادي هتعمليها كوباية ونص، مع كوباية ونص من اللبن او الحليب، مع 3 بيضات. مش هتفرق يعني حجم البيضة او صغير او كبير، لا مش هتفرق عادي يعني. 3 بيضات حلوين وسط. هي ما شاء الله هتطلع هشة وجميلة. هتاخدي بقى، طبعا هننزل البيض كده، يبقى لازم كيس فانيليا بعديه. زي ما قلت لك السكر بيبقى من كوباية وربع لكوباية ونص، حسب. مش اقل من كوباية وربع، حسب بقى انت ايه. عايزاها دلعة، عايزاها مسكرة. حسب انت ذوقك. هنحط بقى الفانيليا كده، ومعانا بقى 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. انا عندي هنا مستخدمه الكاكاو الاسباني، بصراحه حلو وجميل يعني. مع كوبايه الا ربع بقى من الزيت. الزيت عادي، يفضل ان هو ما يبقاش بتاع تموين ولا حاجه، لا زيت يكون نوع كويس، هيطلع معاكي ما شاء الله جميله. هناخد بقى كل المكونات دي ونفرمها في الخلاط على طول. نضربها معلش بقى في الخلاط، نضربها كويس جدا. مش هنحتاج بقى لا مضرب ولا اي حاجه. بعد ما اتضربت كده هنكون محضره كوبايتين ونص من الدقيق نخلاهم. واحط بقى، استخدم كيس من البيكنج باودر او محسن الخبز، يعني بيتقال عليه محسن خبز او بيكنج باودر. هستخدم كوبايتين ونص من الدقيق او الطحين، هتبقى ممتازه معاكي. طبعا بقى لقيتيها خفيفه شويه هتزودي معلقتين دقيق، لقيتيها تقيله شويه يعني انتي نزلي الدقيق تدريجي علشان ما يعني ما تبقاش تقيله معاكي. علشان الدقيق لما بيبقى كتير في قلب الكيكه بيخليها مكتومه، يعني ده سبب من اسباب لما تيجي مثلا تعملي كيكه وتلاقيها مكتومه من جوه تقيله قوي، ده بيبقى بسبب ان الدقيق كتير. لا برضو، وبرضو لما بتبقى خفيفه الدقيق قليل قوي، تيجي بقى تخشي الفرن تلاقيها نفشت وبقت يعني ما شاء الله عالية. اول ما تخرج تلاقيها فشت كده وهبطت معاكي خالص. فاحنا عايزين الدقيق بتاعنا يبقى مظبوط. انا هنا استخدمت كوبايتين ونص من الدقيق مع كيس بيكنج باودر او محسن الخبز. شايفين القوام ده؟ انا بقى عايزة القوام ده ما شاء الله، ناعمة وجميلة وزي الفل. هنجيب بقى القالب بتاعنا. لو عايزاها بقى سمكها عالي هتستخدمي القالب ده. عايزاها سمكها اقل شوية، هتستخدمي اكبر مقاس في قلب الصواني المربعة. يعني دايما الصواني المربعة دي بتبقى 3، انا مستخدمة القالب اللي في النص. عايزاها تبقى رفيعة تستخدمي القالب اكبر قالب. عايزة تستخدمي نص الكمية بتاعة الكيكة دي، هتستخدمي القالب اللي هو اصغر قالب فيه. شايفين بقى؟ انا بخرج الهواء منها علشان ما يطلعش منها فقاعات كده، او تبقى جنب وجنب. تهبديها هبدتين كده وتدخليها الفرن. نيجي بقى لتاني حاجة، الصوص بتاعي. معايا كوباية الا ربع من السكر، مع تلت كوباية من الكاكاو. يبقى كوباية الا ربع من السكر، مع تلت كوباية من الكاكاو، مع 4 معالق من الدقيق او الطحين. هستخدم بقى كوباية ونص من المية، مع كوباية ونص من الحليب. انا هنا حطيت كوباية
وهستخدم نص كوباية تاني وانا بقلبها على النار. عندك زبدة هتحطي مكعب زبدة صغير، ما عندكيش زي حالاتي كده حطيت معلقتين 3 كمل من الزيت. ده هينفع وده هينفع. بالزبدة هتبقى تحفة وبالزيت برضو خطيرة. هنقلبهم بقى كل المكونات دي وهروح حطاهم على النار. لازم تقعدي تقلبي فيها كده عشان ميبقاش فيها تكتلات وعلشان تبقى كويسة معاكي. تاني حاجة النار تبقى وسط، ما تبقاش عالية علشان ما تلاقيش اتحرقت الكاكاو كده، اتحرق في قلب الحلة من تحت، هتعمل معاكي تكتلات وريحة مش كويسة، هيبقى اكني عامل زي الشايط كده، فبلاش منها. اهم حاجة النار تبقى وسط عليها وتستمر في التقليب. واحدة واحدة هتلاقي القوام بتاعها تقل. بصوا تقل معايا خالص كده ما شاء الله. هستنى بقى لحد ما تبقبق كده، اللي هي توصل لدرجة الغليان وتروحي قافله. شايفين بقبقت خالص كده، ده القوام بتاعها. عايزاها بقى تقيلة وحلوة، هي كده كده اعملي حساب ان هي لما بتبرد بتتقل. فهي لو لقيتيها تقيل معاكي حسب نوع الدقيق، لقيتيها تقيل حطي معلقتين 3 كده من المية او اللبن. طب لقيتيها خفيفة معاكي لا هي كده كده هتتقل، بتتقل في قلب التلاجة اول ما تبرد. شايفين ما شاء الله تحفة. هروح بقى مغطياه كده بكيس، بس اهم حاجة علشان وشها ما تنشفش، اهم حاجة على طول يعني كده، وتروحي مغطياها وتسيبيها بقى في مكان دافي. الكيكة بتاعتنا طلعت بقى، سويناها دخلناها الفرن. لازم الفرن يبقى سخن مسبقا، واول ما تخرج نستنى لما تبرد شوية ونروح منزلين عليها كوباية من اللبن او الحليب. لو هي باردة خالص الحليب هيبقى دافي، لو هي دافية يبقى الحليب بارد. المهم حاجة تبقى دافية وحاجة تبقى باردة، يعني ليه السخنة حاجة بسيطة. هنحط بقى ننزل كوباية اللبن كده بقى ونوزعها في قلب الصينية بتاعت الكيكة، ونستنى شوية 5 دقايق 10 دقايق كده، ونروح منزلين بقى الصوص الخطير بتاعنا. الصوص برد بقى خالص، صوص شوكولاتة بقى خطير ناعم جدا جدا جدا. يا ريت بقى لو لسه بتتفرجي معايا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك. معايا بقى تشكلي بقى بأي حاجة، عندك ريز، عندك اي حاجة اي حاجة ممكن تبقى كده زي الفل جميلة. بس انا قلت يعني اخلي كده شكلها لذيذ بقى من فوق. جبت حبة بسكوت، بسكوت بيبقى عند مستلزمات الحلواني اللي هو الاوريو، ورحت ده سايب كده. رحت جايباه ومكسراه، ما طحنتوش يعني، كسرته بظهر السكينة بس كده. اداني بقى قطع صغيرة كده، خلت شكله جميل، ولما تيجي برضو تاكليها تبقى رطبة كده وشكل يعني طعمها تحفة. بعد ما عملناها كده كلها نروح حاطينها بقى في التلاجة ساعة ساعتين كده. كل ما بتركنيها شوية بتشرب بقى من بعضيها وبتبقى خطيرة جدا. هقطعها بقى وتبدأي بقى ان انت تقدميها كده، هتبقى خطيرة جدا بجد. لو جربتيها هتبقى دي وصفتك. زي ما قلتلك لو كمية كبيرة تقدري ان انت تستخدمي نص الكمية، هتبقى معاكي موفرة وهتبقى حلوة. وهتعملي قالب اصغر بس من ده بشوية، وبرده هتبقى تحفة معاكي. بصوا من جوه كده رطبة وطرية، وصوص الشوكولاتة جميل جدا فيها.